بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. اليوم الفيديو تاعنا تاع اليوم حبيت نشارك معكم خامس يوم من أيام رمضان. واش طيبت واش درت هذاك النهار. كل حال نورمالمون كان لازم ينزل قبل هذا الفيديو، ما قدرتش ننزله قبل. واليوم جبت لكم وصفات ماشي كومبليكي، يعني حاجة سهلة خفيفة ظريفة. هذاك النهار خدمت شوية في الجردة، الو خيرت أطباق اللي هما سهلين. الخدمة اللي خدمتها ماشي في نهار واحد، كانت خدمة تاع يومين في جردة على بها. قلت لكم في لا فيديو هذه. وهادو هما التجديدات تاع لاسير اللي كنا درناها. كيما راكم تشوفوا زدنا لها رونفورسمون في الوسط، ودرنا لها تانيك الطريق تاع اللي ندخلوا فيها نمشوا. وهادو يعني الطراف منه من القدام تما حيتعمر بالتربه، وتما اللي نزرعوا طوماطيش. وهنا راكم تشوفوا في البصل، التطورات تاع البصل والثوم، يعني بداو يخرجوا ونجحوا ما شاء الله الحمد لله. دوكا ان شاء الله اليوم راني رايحه ندير زروديه، ان شاء الله تنجح لي. ما على باليش اول مره نخدم في لاتير، يعني في البوتاجي. شفت كامل النصائح اللي لازم وتابعت كامل الخطوات شفتهم، وان شاء الله ربي هو اللي ييسر. وهنا قبل ما نبداو مع الزراعه ديتكم معايا كي رحت نشري اون بتيت سير هكذا باش نغطي بها زروديه كي نزرعها. كيما راكم تشوفوا دوكا في هاد لا بيريود يحطوا لنا النباتات كل ما عنده علاقه بالزراعه ولا بلا ديكوراسيون. كاين نباتات تاع الفاكهه، كاين نباتات تاع كاين الزريعه، كاين نباتات تاع الزينه. وهاد لا فرامبواز اللي نوريكم فيها لقيتها غاليه. انا لا فرامبواز اللي شريتها رخيصه بزاف على هذه. سي فري كو هذه عندها 2 ولا 3 عرف، مي لو بري تاعها كان بزاف كبير. انا كنت شريت عرف واحد برك ومن بعد تشوفوه. وهنا كنت رايحه للجهه باش نشري منها هذاك لاسير ولا البلاستيك. وهنا كنت نشوف في التربه باش نديروها داخل البيت بلاستيكي باش نرفعوا النيفو تاع التراب تما. وتانيك كيما ما بيش لا تعرفوا كاين يقولوا بلي طوماطيش تحب تتغدى بزاف لي غورموند، يعني تحب تعطوها لونغري، تعطوا لها بزاف حاجات زياده. كي نقارنوها بالبصل والبطاطا وكاين نباتات واحد اخرين، يعني كاين خضر واحد اخرين ما يسحقوش ديروا لهم لونغري ولا السماد العضوي. بالنسبه للزروديه والطوماطيش راني متاكده بلي لازم لهم سماد عضوي زياده. وشكون اللي كيما انا قولوا لي كي تجي راح تشري حاجه واحده زيد تكمل تشري معاها 100 حاجه تفكرها، تقولي هذه نسيتها، هذه نسيتها، هذه نديها، هذه راهي اوفر هذه. وهنا كيما راكم تشوفوا هذا الغيون تاع الزريعه درت لكم دويره فيه. ومن بعد ريماركيت هذا البتي غيون هذا شغل فيه خضره بيزار شويه، زريعه تاع خضره. انا صراحه كاين بزاف منهم اللي عمري ما شفتهم. شوفوا لو شو بروكولي هذاك لا كولور تاعو موف، كاين لي زوبرجين هادو الصغار بيوضه، هادو سي كاينين ديجا في المارشي شفتهم ديجا. لوبرجين هذه اللي فيها البيض والموف عادي. كاين واحد طوماطيش فيها الكحل والحمر تانيك. كاين هذاك الفلفل الكحل هذا شوفوا كاش عامل يشبه الباذنجان. وكاين تانيك هاد الطوماطيش اللي فيها الكحل والحمر. وكاين شوفلور خضر فير كلير، كاين شوفلور فير فونسي. البروكولي نعرفوه، كنت نوري لكم في هاد الوردات ولا ورقات الله اعلم. كاين لو شوفلور موف لا كولور تاعو شتو كاش عامله، واحد اخر خضر. سبحان الله سبحان الخالق. الوغ كيما راكم تشوفوا هنايا راني حفرت لها باش برك نحطها في بلاصتها، باسكو راني رايحه ندير لها كي شغل هكا بيدونه ولا كاش بتيه باش ما تعرشليش بزاف في التيغا، باش برك ما يديهاش الريح وباش ما تفسدليش. نخليها مومونطانيمون هنايا حتى نجيب لها طول طور واش راهي باش راني رايحه نحبسها لداخل. على كل حال لي ديتاي من بعد تعرفوهم. فوالا. وبعد ما كملت مع لا فرامبواز هذاك النهار كان الريح صبت الشتا كلش مسحانه. قلت لهم والله غير راني قعدت لكم هنا حتى نكمل شغلي، باسكو بروغرامي ديجا نخدم هذه الخدمه. نهار قبل صبت بزاف شتا، مي هذاك النهار الحمد لله يعني قطرت برك، مي كان بزاف الريح. كيما راكم تشوفوا هنايا درت شويه تاع التربه هذيك تاع اللي مخلطه تسمى فيها لونغري. حطيت خلطت شويه مع التيغو. ومن بعد وجدت البلاصه وين حندير فيها الزريعه. سبقت ومن بعد هذيك التربه اللي الواجده اللي تشرى، وحطيت الزريعه. صراحه ما كنتش عارفه كيفاش نحطها، حطيتها عادي. ومن بعد اني نعطيكم النتيجه. ما على باليش ولا الحبات كاملين ينجحوا. هي نورمالمون تكون بين حبه وحبه 1 سنتيمتر. بصح كان الريح وكانت الحاله شويه سافا با، انا ما قدرتش نريسبكتي هذوك لي ديستانس تاع 1 سنتيمتر. الوغ درتها كيما عرفت وغطيتها.
وبعد ما غطيتها كامل وجدت لها هادوك البلاستيكات اللي جاو مع لاباش هذيك اللي نغطي بها كيما راكم تشوفوا. لصقتهم ومن بعد حطيتهم هكايا بهذه الطريقه اللي راكم تشوفوا فيها، سقيتهم وغطيتها بالبلاستيك. التغطيه كانت جاتني بزاف صعيبه، كنت وحدي وكان بزاف الريح. وهادوك زوج البلاستيكات هادوك المدورين كاين زوج ما قدرتش نبلاصيهم، خليتهم دكوتي، وكيما راكم تشوفوا كاليتها من لي كوتي باش ما يديهاش الريح. وهنايا راني رايحه نوجد الفطور. خيرت منو ساهل، سبقت في الجلبانه فورتها باش ندير جلبانه صوتي، حطيتها في كسكاس وحطيتها التفور، ومن بعد لتيت بالشربه اللي هاد الخطره درت فيها الخضر كيما كتشوفوا. درت زروديه، القرعه، ثوم، البصل والتوابل. درت فلفل احمر، درت شويه قرفه، شويه ثوم مرحي، شويه قزبر مرحي، و تانيك الملح بيان سور، فلفل كحل، وبلا ما نساو حشيش مقطفه. قليت كلش مليح ودرت الطوماطيش ومرقت عادي الباقي المكونات عادي، الفريك مع شويه مرمز. وهذه هي شربتنا تاع اليوم. وهنا نوجد في لافارس تاع السمبوسك ولا البوراك تاع العجين بصح لي تقلى. هنايا درت البصل ودرت الدجاج مقطع رقيق، مقطع يعني مرصوات صغار. بالنسبه للتوابل الخرقوم وسكنجبير، ودرت شويه قرنفل باسكو يمد الذوق مليح للدجاج، وراس الحانوت وفلفل كحل والملح. بالنسبه للعجين درت 3 كيسان فارينه، نص مغرفه تاع خميره الحلويات ومغرفه صغيره تاع الملح، وغربلت كلش كيما راكم تشوفوا. من بعد زدت لهم مغرفه تاع ماكله تاع الخل، وتكملوا تخلطوا كلش وتضيفوا نص كاس تاع لا مارغارين دايبه. ومن بعد باش تجمعوا لاباط تاعكم ديروا نص كاس تاع الماء، يعني تقريبا ممكن يشد لكم نص كاس ولا يشد لكم اكثر ولا اقل على حسب الفارينه تاعكم. تغلفوها بالبلاستيك وتخلوها في الفريجيدار على الاقل ساعه باش تشد روحها مليح. ولا حبيتوا في هذاك الوقت تقدروا توجدوا الحش ولا توجدوه قبل، المهم لازم في زوج يكونوا باردين. وهنا باش ندوز للدجاجه اللي كنت نقيتها وشويتها وغسلتها وقعدت شويه في الملح، انا نحب نملح الدجاج. التتبيله تاعها رايحه ندير الثوم والبصل وندير لها طوماطيش تانيك والزبده كيما شفتوا والمعدنوس. وبالنسبه للتوابل الفلفل الكحل، وعندي هنا تابل تاع شتي طحان. نتوما تقدروا ديروا توابل سبيسيال دجاج، تميكسيو كلش ودهنوا به الدجاجه تاعكم وتخلوها ترتاح شويه باش تشرب كامل، تتنسم بيان بالمقادير هادو. الجلبانه بعد ما تفور وطيب تزيدوا لها ثوم مقطع رقيق، الفلفل الكحل، الملح ولا ما كنتوش ملحتو من قبل، شويه زبده وشويه زيت باش ما تحرقش الزبده وتقعد بيان معسله هذيك الجلبانه، وتزيدوا لها المعدنوس. وهذه هي تقلبوها مليح، تصوطيوها وتطفيو عليها. ولا حبيتوا تقدروا تكسروا عليها البيض مينوت كي تجوا رايحين تحطوها، ولا حبيتوا تحطوها هكاك مباشره تانيك بنينه. انا ما كانش عندي هذاك النهار زروديه ما كفتنيش، تقدروا تزيدوا لها مام زروديه تجي بزاف بنينه بزروديه. لاباط بعد ما ارتاحت تفتحوها بالحلال. السمك لازم يكون رقيق، ماشي رقيق بزاف وما لازمش يكون خشين سينو يتعجنوا لكم لداخل وما يطيبوش. قطعوهم دوائر. انا استعملت هاد الاله هذه اللي تغلقهم لي تاني جاتني سهله الخدمه كيما راكم تشوفوا. قطعتها هكا دوائر ومن بعد حطيت الدويره داخل هاد الاله هذه، وتزيدوا تحلوها شويه باش يجيكم على الطراف سوا باش ما تخرج لكمش الحشوه، وتعمروها بلا فارس. انا درت هذاك الدجاج وزدت لها شويه فخوماج غابي. نتوما تعمروا باي حاجه عندكم في الدار، ماشي لازم حتى ديروا الدجاج، تقدروا ما ديروا تشكتشوكه وفرماج ولا تشكتشوكه وحدها تجيكم بزاف بنينه. وهنا كي كملت كيما راكم تشوفوا صورت لكم الوصفه تاع لا طارطو سيترون اللي تلقاوها في القناه. وبالنسبه للمقادير ولا ما فهمتوهمش كتبوا لي في التعليقات نعاود نكتبه لكم في صندوق الوصف. وبعد ما تقلاو السمبوسك على نار تكون متوسطه، ماشي هاديه بزاف وماشي قويه. هاي لك النتيجه النهائيه، شوفوا كيفاش خرجت ودوك تسمعوا التقرميشه. هذه من الوصفات الناجحين، ننصحكم تجربوها. الوصفه بزاف بنينه هايله، ولا لقيت واحده اخرى نزيد نديرها لكم. وكانت هذه هي الاطباق اللي وجدتها معكم اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنسوش تخلوا لي لايك والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ولا كاش ما عندكم اسئله راكم تعرفوا تعليقات، ولا كاش ما فهمتوش في كاش وصفه في التعليقات تانيك. هاي لك هذه الدجاجه المحمره، وهذه لاصوص ديالها خرجت ما شاء الله بزاف بنينه. ننصحكم تجربوا هاد لاغوسات. هذيك لاصوص تقدروا ما طيبوا فيها البطاطا ولا طيبوا فيها الروز ولا ديروا فيها لي فريت كيما تحبوا. كانت يعني مائده بسيطه والحمد لله رب العالمين. وما بقى لي غير نقول لكم تبقوا على خير، ملاقات الخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.